بكم دائما مع الحدث والحديث اليوم عن السلامة الطبية. اليوم متواجدون في شاطئ أزلو الجميل، شاطئ جميل جدا، وكما تشاهدون الطريق مملوءة عن آخرها، مزدحمة بالسيارات، مزدحمة بالسيارات من تطوان في اتجاه ودلو وفي اتجاه المعاكس أيضا أي من ودلو باتجاه تطوان. الطريق مزدحمة، واللي أثار الانتباه هناك بعض المتهاورون الذين لا يحترمون قانون السير كيطولوا في خط متصل أو يسيروا في اتجاه المعاكس. وللأسف قد تجد بعض هذه المتهاورون أصحاب السيارات الأجرة المهنية، أصحاب السيارات الأجرة يرتكبون هذه السلوكات. نتمنى أن يستيقظ ضمير هؤلاء ويستيقظ ضمير المستعملين الطريق، لأن الطريق وسيلة كتوصلك للبحر للاستمتاع بالعطلة. وبهذه المناسبة أقول عطلة سعيدة للجميع، عطلة كلها استمتاعا ونشاط. نتمنى من مستعملين الطريق أن يطبقوا السلامة الطرقية، وفي التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. أن تصل متأخرا خيرا من أن لا تصل. كنتمنى عطلة سعيدة للجميع بعد سنة من الأتعاب والعمل الآباء والأمهات، وبعد سنة من الاجتهاد والمثابرة بالنسبة للتلاميذ والطلبة. نتمنى لهم عطلة سعيدة، وأن يحملوا معهم ذكريات جميلة، ليس ذكريات مؤلمة بسبب الحوادث السير. في الختام لابد أن نشكر رجال الدرك الملكي بأزلا ورجال الأمن الوطني بولاية تطوان الساهرين ليل نهار على سلامة المواطنين. نتمنى مجددا عطلة سعيدة للجميع، والاستحمام بهذه المناطق الشاطئ الجميل، شاطئ مدينة أزلا. وفي الختام لكم تحياتي دائما مع الحدث